هو يوم عرفة، من اسمه يوم عرفة الذي عرف. بعض الناس يظن أن فقط هذا في شرعنا يوم عرفة مميز أو له فضل، وقد لا يعلمون أن يوم عرفة له فضل منذ أن خلق الله السماوات والأرض، بل حتى جاء في بعض التفاسير يوم خلق الله آدم عليه السلام ومسح على ظهره وأخرج ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا اليوم يقولون كان يوم عرفة. من فضل يوم عرفة أن الله أشهد كل ذرية آدم على أنفسهم. هذه الفطرة التي وضعها الله في قلوب بني آدم، هذا يوم عرفة. دكتور، حتى في عهد موسى عليه السلام، موسى عليه السلام كلم ربه في آخر العشر اللي هو يوم النحر، وعد ربه 30 ليلة شهر ذي القعدة وأتممناها بعشر، العشر من ذي الحجة، ثم بعد ما أتم 40 ليلة كلمه ربه عز وجل في يوم النحر في نهاية العشر من ذي الحجة. فعشر ذي الحجة هي مقدسة، هي مباركة، ليست فقط في ديننا منذ أن خلق الله السماوات والأرض، يعني هي يوم مبارك يوم عرفة وأيضا يوم النحر. ولهذا تسابق المحبين في هذه الأيام والليالي ليس غريبا. يوم عرفة الجميل فيها، يعني شوف ليلة القدر الناس يتسابقون لإدراكها، فيقوم العشرة كلها من رمضان العشر الأواخر حتى يدرك ليلة القدر، ولهذا تجدهم في الوتر يزدادون في القيام وفي الدعاء وفي الذكر حتى يدركوا فضل ليلة القدر. يوم عرفة الجميل فيها أنها معروفة، سبحان الله، يوم محدد. وتستغرب أن بعض الناس ربما يقول يا أخي أنا صمت صايم في يوم عرفة، فقط تصوم في يوم عرفة هذا خير يوم طلعت فيه الشمس. يفترض كل ما عندك من طاعات ومن عبادات قلبية وعملية تظهرها وتحسن فيها في هذا اليوم، وأفضل الأيام.